السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يلقب بمحرز الجديد ويجيد اللعب بجميع المراكز. يتميز بمرونته التكتيكية مما مكنه من دخول المشروع المستقبلي للنادي البافاري. اختار تمثيل الجزائر على حساب الماكينة الألمانية، موهبة الجزائر المنتظرة في الإقليم البافاري ومستقبل محارب الصحراء. إليك قصته. مستقبل الجزائر. يونس آية عامر من مواليد 23 من نيسان 2003 بمدينة ميونخ، من أب جزائري يحمل الجنسيتين الألمانية والجزائرية. بدأ يونس مسيرته الكروية منذ الصغر من بوابة نادي انترهاخنج المتخصص في صناعة المواهب، قبل أن ينضم لشبان العملاق البافاري سنة 2017 ليقضي مع النادي الألماني 4 سنوات في مختلف فئاته السنية. وقدم الأخير مستويات قوية مع جميع فرق بايرن ميونخ قبل أن يتم تصعيده للفريق الرديف خلال العام الماضي. على عكس كثير من اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة، اختار يونس اللعب مع الجزائر مبكرا. لم يتردد موهبة بايرن ميونخ من تمثيل محارب الصحراء منذ صغره، والذي كان حلما بالنسبة له، وهو ما تحقق بعد أن تواصلت معه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وتم استدعائه لتمثيل منتخب أقل من 20 عاما والمشاركة في كأس العرب بمصر. رفقاء آية عامر قدموا أداء خرافيا في تلك البطولة بالوصول إلى النهائي، مع دور كبير للاعب يونس الذي قدم مباريات كبيرة، وكان أحد أهم مفاتيح اللعب في تشكيلة المدرب الأسات. ويتواجد يونس ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لمنتخب الجزائر الأول خلال السنوات القليلة القادمة بصورة ناجحة لإثبات وجوده على المستوى العالمي. يتميز الموهبة الجزائرية بمرونته التكتيكية، مما جعل مدربيه يعتمدون عليه في عدة مراكز على غرار الجناح الأيمن والجناح الأيسر والوسط المهاجم وحتى الظهير الأيمن، فهو يجيد اللعب لأكثر من مركز. هذه الميزة النادرة التي يتمتع بها يونس قد تكون هي التي دفعت بإدارة بايرن لتجديد عقده بقرار من مدير قطاع الشباب في النادي البافاري. أعلن نادي بايرن ميونخ عن تمديد نجم محارب الصحراء للشباب عقده إلى غاية صيف عام 2025 ليقترب عامر بذلك من حلم اللعب مع الفريق الأول، وهو يلعب حاليا مع الفريق الرديف. وتعليقا على قرار تجديد عقد نجم منتخب الجزائر تحت 20 عاما، وفي تصريح للموقع الرسمي للنادي الألماني، قال مدير أكاديمية نادي بايرن ميونخ جوشن سوير: لقد تطور يونس بشكل جيد للغاية خلال النصف الأول من هذا الموسم، قاتل من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية. نحن مقتنعون بإمكانياته وتطوره، ويسعدنا أنه سيواصل خطواته التالية مع نادي بايرن. لدينا ثقة في صفاته وإمكانياته الواعدة، ونعتقد أنه سيكون ضمن المشروع المستقبلي للنادي. يملك نادي بايرن ميونخ مشروعا ضخما للاعتناء بالمواهب الكروية الصاعدة تغييرا لاستراتيجيته السابقة التي كانت تعتمد على استقدام نجوم كرة القدم العالمية أمثال روبن الهولندي وبلال ريبيري الفرنسي وغيرهم من النجوم. ويرشح متابعون أكاديمية بايرن لتكون رائدة في مجال تكوين اللاعبين مستقبلا أمثال لاماسيا في برشلونة وكاستايا بريال مدريد. يلعب يونس بمركز الجناح الأيمن ليطلق عليه محبيه لقب محرز الجديد، الذي دائما ما يقول أن مثله الأعلى هو رياض محرز ولاعبه المفضل، وإنه السبب الرئيسي وراء تفضيل عامر اللعب في مركز الجناح الأيمن، كما أنه يطمح بالسير على خطى مواطنه رياض محرز. وأنت ما رأيك؟ هل سيكون يونس قادرا بالسير على خطى مواطنه ويكون له من لقبه نصيب محرز الجديد؟